السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يلا النهارده نعمل مع بعض السمك اللي انتوا شايفينه ده، صينية سمك في الفرن. هنعملها بطريقة جميلة ومبسطة وهتعجبكم وهتاكلي احلى سمك. احلى صينية سمك في الفرن ومستوية وزي الفل. يلا بقى، وكل سنة وانتم طيبين. انا النهارده كنت صايمة النهارده الاثنين، صايمين النهارده البيت كله صايم يا جماعة، وعملت لهم رز وسلطة وصينية سمك. وهنا عندي انا العيال بيحبوا ما بيحبوش الصينية دي، بيحبوا مقلي. عملت المقلي وعملت الصينية دي. يلا نبدأ ان شاء الله نشوف المقادير. معانا هنا 3 سمكات حلوين، طبعا غاسلينهم ومنضفينهم وشايلين. انا بغسلهم بطريقه يا جماعه ما بيبقاش في زفره ابدا في السمك. هنا معانا فلفل، ومعانا 2 فلفل رومي، ومعانا 2 بصله، ومعانا 3 طماطم، وهنا معلقه هريسه اللي احنا عملناها مع بعض وخزناها، والبطاطس. وهنا معانا البهارات، فلفل اسود وشطه وملح. انا ما بحطش اكتر من كده، كمون، اسفه، ده كمون وشطه وملح. اكتر من كده ما تحطيش. وهنا دول هنضربهم في الكبه، او لو ما عندكيش كبه تدقيهم في الهون. دي بقى تبقى التتبيله بتاعت السمك، وهعصر عليهم الليمونتين دول ونتبل بيهم السمك. خلاص انا هنا ضربتهم في الكبه اهو، زي ما قلت لك. لو ما فيش كبه اضربيهم في الهون، قطعيهم كده واضربيهم، دقيهم، اسفه، دقيهم في الهون هيدقوا معاكي. هنا معلقه الهريسه اللي احنا عملناها مع بعض يا جماعه، دي تحفه. هنا هحط الملح والكمون والشطه، مش اكتر من كده، لان هنا معايا فلفل ومعايا كل حاجه في التتبيله دي. هخلطهم كويس وهعصر عليهم الليمونتين اللي احنا شفناهم في الاول دول. عصير الليمونتين كده. ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه، تكبر بيكم ان شاء الله. ولو ما اشتركتيش يا حبيبه قلبي اشتركي، فعلي زر الجرس واضغطي على الكل عشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديوهات تنزل لك باذن الله، ونفيد ونستفاد من بعض ان شاء الله. هنا هخلط الخلطه كويس، ونخلطهم كده كويس مع بعض، وهنتبل بيهم السمك. لو عايزاني اعمل لك حلقه على تنظيف السمك هعملها لك ان شاء الله، ازاي تنضفيه وما يكونش فيه زفاره ابدا، ويبقى معاكي زي الفل، وتنضفيه كده ينضف معاكي، يبقى طعمه جميل وما فيش زفاره نهائي. زفاره السمك نسيها مع الغسيل اللي انا بغسله. هنا يلا بقى نعمل لها مساج كده بالخلطه اللي احنا عملناها، الخلطه الحلوه دي اللي هي عباره عن فلفل وطماطمايه وثوم وليمون وفلفل حامي وثوم، طبعا راسين ثوم عشان السمك بيحب الثوم. انا هنا نسيت اقول لكم على الفتحات اللي بفتحها في السمكه دي، لازم تفتحيها عشان تتشرب بقى من التتبيله اللي احنا عملناها. تفتحيها كده فتحات صغيره، حوالي كل جنب ياخد 3 فتحات كده، وتشربيها كويس من التتبيله اللي احنا عملناها دي. يا جماعه التتبيله دي خطيره، اعمليها صينيه السمك دي لو عايزه تقلي السمك قليه يبقى ما نحطش الطماطم اللي احنا حطيناها دي. انا هنا هعمل صينيه وهقلي، عشان عندي شويه بيحبوا المقلي وشويه بيحبوا الصينيه دي. لازم نرضي جميع الاطراف يا جماعه. هنا تتدلي كويس كده، نعمل لها مساج من بره ومن جوه عشان تاخد الطعم والتتبيله. انا هنا هتبلها واسيبها حوالي ساعه، لو عايزه اسيبها في التتبيله طبعا هتفرق، او سيبيها ساعه ساعتين، حطيها في الثلاجه كده، غطيها طبعا كويس، ما تعملش ريحه في الثلاجه. ونركنها بقى ايه، ساعه، ساعه ونص، ساعتين، كل ما تقعد في التتبيله تبقى طعمها حلو جميل. يلا خلاص هنا ركناهم خلاص بالتتبيله بتاعتهم. يلا هنا اللي فضل من التتبيله ده الباقي ده مش هنرميها، هنحطه في الصينيه السمك اللي احنا هنحطها مع البطاطس والبصل، ده بيديها طعم وتحفه، وطعم تحفه جميل وريحه. هنا خلاص انا قطعت البصل جوليان والطماطم طرنشات والبطاطس والفلفل زي ما انت شايفه كده. وهنا معايا 3 يعني ليمونه شرحتها كده 3 شرايح كده. معايا هنجيب الصينيه هنا اهو، هحط فيها البطاطس والفلفل احنا قطعناه مع بعض، والطماطم ترصيهم كده في الصينيه كويس. ما تكتريش طماطم هنا عشان يبقى ما تبقاش كتير يعني صيصه كده. هنا بص انا مش هحط ملح خالص في البطاطس ولا الفلفل ده. هنا معايا نص معلقه فلفل اهو تدعكي بيها البصل عشان يديله طعم حلو. اكتر من كده بهارات ما بحطش، هي بهاراتي دي يعني بصي، كتر البهارات بيضيع طعم الاكل اصلا. يعني قليل البهارات كده، ما تكتريهاش عشان تميز طعم الحاجه، السمك، اللحمه، الفراخ اللي انت عاملاها، ما تكتريش تتبيله. هنا ما تكتريش التوابل. هنا هو اللي فاضل من التتبيله هنا، طبعا مش هنرميه، طبعا هنحطه هنا على البطاطس هينكهها لي. طبعا هنا مش هحط على البطاطس ولا الفلفل ده ولا البصل اللي انا عملت الخلطه دي كلها ملح، لان التتبيله دي فيها ملح، والتوميه هريسه الفلفل دي فيها ملح برضه، فيها توم كده كله ايه يعني، خلاص مش محتاج ملح عشان الحاجه ما تطلعش تحتق منك. هنا خلاص انا هحط شرايح الليمون، دي اختياري، عايزه تحطيها حطيها، ما تحطيهاش خلاص. هنا اهو هحط لها 3 سمكات كده على الوش. طبعا الفرن تكون سخنه، لازم تكون سخنه الفرن، يعني بصي سخنه سخنه، يعني ممكن على 200 درجه تبقى سخنه عشان السمك يطلع كويس معانا. هنا يا جماعه الصينيه دي طلعت صغيره، هجيب الاكبر منها، ده المقاس الوسط عشان السمك بسم الله ما شاء الله حجمه كبير معايا. هغير الصينيه. طبعا هنا بعد ما رصيناهم خلاص، بصي حوالي معلقه زيت بس كده على وش السمك، يعني حاجه خفيفه خالص، يعني ده تذكر كده، رشه بسيطه بس عشان تدينا اللون الحلو. هنا يا جماعه تاكلي صينيه سمك، بصي ادعي لي عليها لو جربتي، لو مشيت على الخطوات دي بالظبط. هنا اهو غير خلاص الصاج، جبت الصاج الكبير، ارتاحوا كده. الاول كانوا مش مكفيهم دي كانت صغيره. هنا نقلتهم في الصاج الثاني الكبير ده عشان ياخدوا راحتهم كده. والفرن طبعا سخن زي ما انا قلت لك، هياخدوا معانا هنا في الفرن يعني حوالي ساعه، ساعه وربع، تبع حسب الفرن بتاعتك، النار بتاعتها عاليه واطيه كده سخنه يعني، تبع الفرن يا جماعه. هنا هحطهم في الفرن كده خلاص. هنعمل الرز بقى، هنعمل الرز اللي هو رز السمك، رز الصياديه كده. احنا خلاص حطيناهم في الفرن، نعمل بقى الرز. هجيب معايا هنا بصلتين كبار زي ما انت شايفاهم كده. انا يا جماعه بحب البصل في الاكل، يعني هتلاقيني بطبخ بكتر بصل، هتلاقيني بعمل اي حاجه كده بكتر بصل، بيدي طعم للاكل الصراحه يعني تحفه. هقطع البصلتين دول كده، اخرطهم كده زي ما انت شايفه. ما تنسيش اللايك، دوسي لايك 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 لايكات كتير. تخرط البصل كده، طبعا السكينه هنا كانت بارده معايا مش حاميه. هنا خلاص خرطت البصل اهو. انا ما رضيتش اعمله في الكبه، مش عايزاه انا عايزاه انت شايفه كده. هنا هيكون معايا حله على النار سخنه، طبعا سخنه، انا مولعه عليها بقالي يعني حوالي دقيقه كده، وحطيت الزيت يسخن. الزيت هجيب عليه البصل اللي انا خرطته. هنا الزيت سخن اهو، بيطقطق مع الجناب. هيكون معايا هنا حبه ملح صغيره وحبه فلفل اسود عشان بس البصل كده ما تصننش معايا، تبقى ريحتها حلوه. هنا هقلب فيها طبعا، وهدي عليها النار شويه لغايه ما تحمر معانا خالص، تقرب يعني خلاص هتكون اتحرقت على كده. كده خلاص يا حبيبه قلبي. هنا اهو بقت معانا البصله كويس حلوه كده. هيكون معانا هنا بقى ايه، معلقه ايه صلصه. الصلصه دي هتدينا اللون اللي احنا عايزينه للرز، اللون البني، عشان البصله ما تمررش، لو حمرناها اكتر من كده هتمرر. هنا كده خلاص غلي غلوه برده حوالي دقيقه كده. هيكون معايا ميه سخنه. انا هنا عامله 6 معالق 6 كوبايه رز، هعمل لهم 6 كوب ميه، كل كوبايه رز على كوبايه ميه. طبعا هنا هخلي يعني هظبط الملح، حطيت هنا معلقه ملح كبيره ومعلقه صغيره كزبره.
غليت معايا الميه خلاص، لازم تغلي الاول. هجيب الرز، طبعا عامله هنا كيلو ونص رز ست كبابي، عشان كده حطيت كميه الميه دي. خلاص غلي هنا خلاص وظبط ملح وكل حاجه. هنزل عليهم بالرز، وبعد ما يغلوا طبعا اهدي النار واغطي عليهم واسيبهم. لا لسه، ايوه كده غليت الميه اهو. بتاعه الرز كده لازم تغلي كده زي ما انت شفتيها كده، حوالي 5 دقائق، وتروحي حاطه الرز عشان البصله تطرى وتستوي، البصله اللي احنا حمرناها دي. هنا كده خلاص حطيت الرز خلاص، واقلبه قلبتين كده، وهكمر عليه خلاص بالغطا، هغطيه وهدي على النار. قد ما غلي خلاص يبقى نهدي النار، عشان الرز بيحب النار الهاديه كده. قد ما غلي خلاص يبقى نخلي النار شمعة كده عشان ما يشدش منه ويطلع حلو. هنا خلاص هغطي عليه. هنا اهو يا جماعه السمك طلع اهوتي من الفرن، صينيه السمك، واو روعه. وادي الرز اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. حبيبي قلب الرز اهو استوى وبقى 100 100 كده تمام. انا خلاص كده طفيت عنه، ودينا وطلعت صينيه السمك من الفرن. احلى صينيه سمك هتاكليها باذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي اشتراك، تدوسي على كلمه مشترك واشتركوا وفعلي الجرس. والرز اهو والسلطه، وده قليت سمكتين عشان العيال ما بياكلوش الا الصينيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.